السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو تاع اليوم فيه خبر مؤسف جدا. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفاة سائق حافلة اللي سقطت في وادي الحراش بسجن الحراش، توفى في هذه الأثناء تاركا وراءه زوجته وأولاده رحمة الله عليه. كان قد حكم عليه ب5 سنوات سجن. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحلته كانت من الحافلة إلى الواد، ثم من المستشفى إلى السجن، ومن السجن إلى القبر. ربما أحبه الله فأخذه، مات متحسرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يرحمه ويوسع قبره إن شاء الله، ويغفر له ويصبر أهله ويصبر وليداته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ادعوا لهم بالرحمة. كان هذا يعني 20 شخص توفوا من في حادثة الحافلة. كانوا 18 شخص توفى فورا، وزاد بعدها توفى واحد في المستشفى قبل أيام. وهذا اليوم توفى سائق الحافلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قدر الله ما شاء فعل. ربي يرحمه ويصبر أهله. مع السلامة في فيديو آخر. ادعوا لهم بالرحمة.